قلت بحثوهم بحثوهم يلقاهم كلهم كل ما اعطانا فلان الفلوس اعطانا فلان الفلوس. مسألة أخرى. مشاو وكيل الجمهورية لقى منهم 7 قال نجموا نسيبوهم، واحد معناه عنده سبيطار يخدم وكذا، والاخرين 29 واحد حتى في الحبس. لقى واحد كاتب عام المحلي نتاع حزب الفلاني. شنو الحكايه؟ اتهامات الوزير الأول التونسي الباجي قايد السبسي تطابقت مع إشاعات تروج في الشارع التونسي حول وقوف أحزاب وراء بعض مظاهر العنف والتخريب التي شهدتها بالخصوص تونس العاصمة ومدينة سليانة بالوسط التونسي. إذا كان الباجي قايد السبسي لم يسمي أحدا ووعد بكشف ذلك في المستقبل، فإن بعض الأطراف لا تتردد في ذكر أحزاب مثل حزب العمال الشيوعي التونسي وحركة الوطنيين الديمقراطيين التي اعتقل عدد من المنتسبين إليها قبل أن يفرج عنهم القضاء في مدينة سليانة. هذه مؤامرة تقف وراءها أطراف أمنية وكذلك أطراف تابعة للحزب الحاكم وأوساط إجرامية كانت مرتبطة بنظام بن علي وتريد الوقوف أمام تطور العملية الديمقراطية في تونس وتريد الوقوف أمام تحقيق أهداف الثورة في تونس. نحن لا صلة لنا بهذه الأعمال. المسؤول في تقديري على توتير الوضع وهذا الاحتقان هي الحكومة الضعيفة التي لم تقدم أي شيء حتى يمكننا المضي إلى الانتخابات نهار 24 جويلية. نحن متمسكون ومن أكثر الناس حرصا على أن تنجز الانتخابات في موعدها. ثانيا كنا أول طرف ندد بالعنف وبالحرق. الشارع التونسي الذي يعيش مذهولا أمام المنعرج الجديد بدأ حريصا على حماية الثورة، معتبرا أن العنف يعطي صورة خاطئة عن الثورة التونسية التي ينظر إليها العالم باحترام كبير. ما فما حتى تونسي يحب التخريب ويحب التكسير، ما فما حتى واحد. في كل شعب فما شذوذ، هذوكم حالات شاذة. ندعي الناس الكل وندعي الشباب نتاعنا وندعي الواعيين والمش واعيين والمثقفين والأقل منهم درجة ثقافة يخموا في مصلحة البلاد، ينسوا مصالحهم الخاصة، على الأقل حتى نوصلوا الانتخابات نتاعنا نبداو نأسسوا بلاد، نبداو نأسسوا دولة جديدة بشوية بشوية في يد واحدة مع بعضنا ونبعدوا عن العنف. بعيدا عن منطق الاتهام والتخوين، ينتظر المراقبون في تونس أن تقوم الأحزاب بدور أكبر في الحضور الميداني لوضع حد لمظاهر العنف بما يسهل الوصول إلى انتخاب المجلس التأسيسي في 24 من يوليو المقبل. في انتظار أن تكشف الحكومة عن أوراقها التي وعد بكشفها الوزير الأول، لم تخرج المسائل عن دائرة الاتهامات والدفاع عن النفس، ما لم تقدم الحجج المقنعة للرأي العام الذي يهمه أمر واحد هو هدوء الأوضاع على الأرض. لطفي حجي، الجزيرة، تونس.